عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طرحت سؤال من كام يوم هو محير بالنسبة لي ومحير للناس اللي شغالة معايا. مين اللي يكسب؟ الخبرة ولا المجهود؟ مين سبب في نجاح الشخص الناجح؟ الخبرة ولا المجهود؟ طبعا حبيت اشوف كومنتات الناس ويلا بينا نشوف اختلاف وجهات النظر دلوقتي وهنطلع بنتيجة حلوة قوي. حنان جابر قالت: سؤال، هو صاحب الخبرة كان عنده خبرة لما بدأ؟ يبقى اعمل اقصى ما عندك هتلاقي. روان قالت: افهم كويس وابتدي التنفيذ واجتهد. نهى قالت: لو ينفع اقولهم بالترتيب فالخبرة ثم المجهود ثم الشطارة. يمنى قالت: مفيش نتيجة من غير مجهود، حتى لو واحد خبير وشاطر هيحقق ازاي النجاح. فاطمة قالت: المجهود بيجيب الخبرة والخبرة بيجيب الشطارة مع الاستمرارية. منى قالت: الخبرة والشطارة بالمجهود طبعا. آية قالت: الخبرة والصبر والالتزام. آية طاحون قالت، والكومنت ده عاجبني قوي: في الأول بنبذل مجهود كبير علشان نكتسب خبرة وشطارة، بعد كده خبرتنا وشطارتنا هي اللي بتخلينا نبذل مجهود أقل أو أكتر. إسراء قالت: البحث عن أسرار النجاح. مليكة قالت: المجهود والالتزام. رميساء قالت: الخبرة والشطارة مش هتيجي غير بالمجهود، يعني أنا لما أشتغل في مكان لو دايما كسلانة ومش بجتهد عمري ما هبقى شاطرة ولا هيكون عندي الخبرة بمرور الوقت، هما مترتبين على بعض. رغدة قالت: الخطوة الأولى والأهم دايما هي المجهود، منه نكتسب الخبرة فتصبح هي الخطوة الثانية فتكون النتيجة الحتمية الشطارة والتمييز. ناس كتير بتقول مجهود مجهود مجهود. إسراء قالت: الاستمرارية في الاجتهاد. نرمين قالت: مفيش خبرة وشطارة بتيجي من غير مجهود. شارة قالت: المجهود بيزيد الخبرة والخبرة بتعلم الشطارة. آية قالت: المجهود هيجيب وراه خبرة وشطارة. دكتورتنا مروة قالت: الخبرة والشطارة، لأن ممكن بخبرتك تعمل التاسك المطلوب منك بمجهود أقل بكتير وتوفري وقت وفلوس وستريس وحاجات كتير. بس ده ما يمنعش برضو إن المجهود مطلوب، وفي ناس بتبقى لسه بادئة بمجهوداتها بتوصل لخبرة كبيرة في وقت قليل. رانيا قالت: التلاتة بصراحة. وناس كتير قالت مجهود مجهود مجهود. طيب، باختلاف وجهات النظر واقدر ان انا افيدكم بما اني مسؤولة فريق ومسؤولة عن ناس كتير قوي. دلوقتي بيكون عندي انواع من الناس. اول لما ندخل كلنا عايزين نوصل لنفس النتيجة، ان احنا نكون ناس ناجحة، ومعظم الناس اكيد عايزة تنجح بسرعة. ولكن هنا بيكون في مقاييس كتير قوي، وهنوصل للنتيجة في النهاية هنعمل خبرة اكتر ولا مجهود اكتر. فعلا فعلا يا ريت نتعلم ان احنا لما ندخل في اي شغل فهو حاجه جديده بالنسبه لك، انت وليده الشغل ده، انت وليده الموقف ده، انت وليده النجاح ده. وليده يعني لسه بتتعلمي فيه حتى لو درساه، فالممارسه بتختلف كتير قوي. فاتقبل ان انا لسه زيرو معلومات في الشغل ده، اتقبل ان انا لازم اتعلم. محدش يقول اصلك انا شاطره فانا هعرف اوصل لده بسرعه. الناس اللي بتكون كده مش بتحاول ان هي تنمي من نفسها اكتر ما بشوفهمش ابدا بيعرفوا ينجحوا. ممكن تكون مقارنه ما بين دكتوره ومهندسه او مؤهل عالي وواحده مؤهل متوسط او يا دوبك بتعرف تقرا وتكتب، هي اللي تنجح اكتر من المتعلمه. على يدي حصل كتير قوي بسبب ان هي عندها تطلع ان هي عايزه تتعلم، التانيه فيها سن التكبر شويه، انا عارفه كل حاجه فهدخل هقطع اي شغل واجيب منه النتيجه اللي انا عايزاها. ولكن بيكون في مقاييس كتيره قوي في الموضوع. فالمهم عشان نحسم الرد في الموضوع ده بمنتهى البساطه، انا عندي المجهود هو التوب. ليه بقى؟ علشان كلمتي اللي لازم بقولها دايما: اسعى يا عبدي وانا اعينك. طول ما انت بتعملي مجهود بدون خبره بتتعلمي، فما فيش حد بيتعلم من غير ما يقع في اخطاء كتير. فانت عماله تعملي مجهود اكتر وبقع في اخطاء اكتر، بعمل مجهود اكتر ومش لاقيه نتيجه. كل دي بتبقى الخبره. بس المجهود هو الطب اللي في الموضوع على فكره. مجهود لوحده هينفع؟ لا. خبره لوحدها هتنفع؟ لا. الاتنين مع بعض مع التالتة بتاعتهم اللي هتكون المعادله الناجحه بتاعتنا واوصل للنجاح بالسرعه اللي انا عايزاها: الاستمراريه. يبقى المجهود مع الخبره مع الاستمراريه. فعشان كده بقول لك اي شغل في الدنيا او بالذات الشغل بتاعي مش بهتم بدرجتك التعليميه،
مش بهتم انت مين وايه، ولكن بهتم بان انت عايزه تعملي ايه. المجهود اللي هنصنعه مع بعض سوا والخبره اللي هنكتسبها مع الاستمراريه هنقدر ان احنا نوصل وننجح. فهعمل لكم مقارنه ما بين اتنين، وفعلا فعلا عندي من الاتنين دول كتير كتير كتير، ازواج ازواج ازواج. واحده بتعمل مجهود فظيع، والتانيه ما بتعملش مجهود. يعني هي معتمده على خبرتها وشطارتها ومؤهلها ولبقتها وكل ده، فما بتعملش مجهود. انتوا عارفين فعلا مين اللي بتنجح بجد؟ اللي بتعمل مجهود ده بيكون وراء الكواليس حاجات كتيرة قوي ربنا وحده اعلم بيها. دي بتكون شخص متكبر ومش بتتعلم فما بتعملش مجهود. ربنا هيرزقك على اساس ايه وانت اصلا ما بتعمليش مجهود؟ على الخبرة وشطارتك ولبقتك وجمالك اللي انت مستخسراهم في نفسك عشان تنجحي. انما اللي بتعمل مجهود بلاقي ربنا رازقها، وانا ببقى ما بقولش غير سبحانك يا رب، وله في ذلك حكم. ربنا مطلع يا بنتي انك بتعملي مجهود، ربنا مطلع ان انت تعبانه. فعشان كده بشوفها شخصيه ناجحه، ثقتها بتزيد في نفسها قوي، فبتكون عايزه تتعلم اكتر، وفعلا بتتعلم اكتر وبتكتسب خبره اكتر، وبتكون من ضمن التوب عندنا في الشغل، وبتكون من ضمن الناس اللي بتقفل التارجتات بدري. الشغل بتاعي مش هو المضمون من الفيديو ده كله، لا، الشغل بتاعي هو اللي بيوريني قصص حياتية، وبيوريني مواقف بتخليني بجد اصدق حاجات كتيرة قوي انا ما كنتش مقتنعة بيها في حياتي. فدي بقى اللي بتديني الخبرة لما بتدخل معايا حد بقرر انا هساعد مين ومش هساعد مين. وهو ده السؤال اللي هنعمله في الفيديو اللي جاي، عشان ناس كتير قوي كانت بتسألني هو انت بتساعدي مين ومش بتساعدي مين؟ يعني نعمل ايه عشان تساعدينا وتكوني من واكون زي الناس الناجحة اللي انت نجحتي. باي.